السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي مطبخ نبأ. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وانتم كتشاهدوه ان شاء الله. كما شفتوا معايا بداية الفيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تحضير كيك رولي على شكل مادلينات صغارين او على شكل بيموات اللي كيجي رائع بزاف وسهل في التحضير وينفعكم حتى مع وليداتكم بدون شونتي او كريمات سائلين، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم وغادي ندوزو للمقادير بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الجينواز اللي غادي نحضر معكم سهله، فيها جوج ديال المكونات فقط وكتجي ناجحه 100% فحال ديال المخابز او احسن. كتجي ما كتقطعش وما كتشققش بصفه نهائيه، كتجي كما قلت لكم اكثر من رائعه. يمكن لكم تخدموا بها جميع الحلويات ديالكم اللي كتستعمل فيهم الجينواز. كما شفتوا معايا عملت هنايا واحد رشيشه د الملح وعندي 4 البيضات اللي ضروري يكونوا بحراره المطبخ، والمول ديالكم اللي غادي تطلعوا فيه البيضات مع السكر ضروري يكون ناشف مزيان. عندي هنايا كأس ديال السكر وعملت فيه شاصيه ديال 8 غرام ديال الفاني. كما شفتوا عندي كأس ناقص واحد شويه، يمكن لكم تعدلوه ممتلئ. وغادي نبداو نطلعوا البيضات ديالنا كما شفتوا معايا. كنبداو نخبطوا فيهم وضروري هادوك الخبط ديالكم او الميكسو ديالكم ضروري يكون ناشف حتى هو، ما كيبغيش شي حاجه تكون فيها الماء. غادي نطلعوه واحد 3 4 حتى 5 دقائق بالنسبه للناس اللي عندهم السرعه ديال الخلط ديالهم كتكون منخفضه، غادي يدي لكم شويه د الوقت. وبالنسبه اللي عنده السرعه الزايده انا عندي هذا فيه 7 يعني وخدامه غير ب3، يعني ما داليش الوقت بزاف، واحد 4 دقائق كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو على 3 أو 4 المرات. هنايا غادي نزيد واحد 2 معالق كبارين ديال الزيت، كيبقاو اختياريين، بغيتو زيدوهم بغيتو ما تزيدوهمش، كيبقاو اختياريين. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجينواز واش كنعدلوا فيها الخميره، الجينواز ما كنعدلوش فيها الخميره بصفه نهائيه. هذاك البيض اللي كنطلعو هو اللي كيخدم الدور ديالو بالنسبه باش تجي لكم زعما منفوخه ومفشفشه من الداخل. هاد الجينواز هادي عدلوها بعينكم مغمضه كتخرج ناجحه 100%. غادي نبدا نعدل الدقيق ديالي اللي عندي هنايا كأس اللي عبرت به السكر عفوا. وغادي نبدا نعدلو بالتدريج، ما غاديش نكبو في مره واحده، ضروري عدلوا الكاس ديالكم بالتدريج وتبداو كتطلعوا من الاسفل الى الاعلى وغير بشويه. انا عدلت معكم هذاك المقطع في الاول نتقل يدي، ودابا حاولت نزرب شويه الفيديو باش ما يجي لكمش طويل، غير بشويه وبالتدريج. وضروري واخا يكون عندكم الدقيق مغربل من قبل ملي تكونوا غادي تخدموا به ضروري يتعاودوا له التغربيل من الاسفل الى الاعلى حتى كنكملوا الكميه ديالنا. انا قسمت على 4 ديال الدفعات وغير بشويه باش البيض ديالكم ما يهودوا لكمش، باش كتبقاو على نفس القوام اللي عدلته اول مره. من بعد ما كملت انا عندي هنا الصينيه ديال الفران اللي عندي فيها 40 سنتيم على 30، فزقت الصينيه بالماء وكنزل فيها الورق ديال الطبخ. من الاحسن يكون نوعيه جيده باش ما كتلتصقش معكم الجينواز ديالكم، ضروري يكون نوعيه جيده. الا ما كانش عندكم متوفر هاد النوعيه جيده دهنوا الكاغيط ديالكم، واخا تعدلوا الكاغيط عاودوا دهنوه من الفوق باش كتحيدوا هذاك الشك ديالكم في مره. انا عندي هذا نوعيه جيده متاكده منه ما كيلصقش بصفه نهائيه. ومن بعد ما كبيت الخليط ديالي غادي نسرحو هكا بشي معلقه ولا بشي سباتول. حاولوا ملي تكونوا كتوزعوا الخليط ديالكم غير بشويه باش كيبقاو فيه هذوك الفقاعات ديال الخليط. وملي تكملوا التسريح ديال الخليط ديالكم غادي تهزوا الصينيه ديالكم وخبطوها غير واحد شويه، مهم ماشي بزاف غير واحد شويه كما قلت لكم.
وغادي ندخلوها على الفران يكون سخون من قبل من تحت ومن فوق لمدة 10 دقائق. وبالنسبة للناس اللي عندهم فرن كهربائي يكون عندهم سخون من قبل على 180 درجة مشعول من تحت ومن الفوق. وانا من بعد ما طابت لي ما تعداولاش 10 دقائق، ما بين 8 10 دقائق، ما بين 8 دقائق و 10 دقائق كتكون واجده الجينواز ديالكم. كما كتشوفوا معايا كيفاش جات الجينواز، جات رائعه رائعه، كتحكم فيها كيف ما بغيتي وكتجي ناجحه 100%. كنرش عليها شويه سكر كلاصي ومن بعد كنزل عليها كاغيط اخر ديال الطبخ وكنقلبوها عادي، كتقلب سهله. من بعد ما قلبتها غادي نحيدو الكاغيط. كما كتشوفوا معايا كيزول لي هاد الكاغيط هذا بكل سهوله، وغادي نروليوها وهي باقا سخونه. كيف ما غتشوفوا معايا كنروليها بكل سهوله وكتبقى كيف ما هي. غادي نخليوها حتى كتبرد معانا. روليوها وحاولوا تزيروا شويه باش كتبقى لكم هذيك اللفه ديال الجينواز كتحافظ عليها. وغادي نلويوها في واحد الثوب اللي ماشي ضروري يكون في الزك، غير ثوب عادي، وغادي نخليوها حتى كتبرد مزيان. يمكن لكم هاد الجينواز هادي تخدموا بها لي طارت ديالكم على الاشكال اللي كتبغيوها، تقطعوا بالقطر اللي بغيتو وكتخدموا بها. المهم من بعد ما بردت معايا غادي نحيدها باش تشوفوها معايا، وغادي نعمرها بواحد الحشوه اللي سهله بزاف وفي نفس الوقت كتكون متواجده تقريبا في جميع البيوت. كما كتشوفوا الجينواز ديالي بقات كما هي على الشكل ديالها، ما كتشقق ما حتى شي حاجه، كتبقى كما هي. بالنسبه لهنايا الحشوه اللي عملت هنايا الشوكولات ديال الدهن تكون نوعيه جيده، وزدت معها 4 معالق ديال الحليب كبارين وعملتها في حمام مريم حتى دابت. ومن بعد زدت لها هذه وكنحصلوا على هذا الكاناج هذا اللي كيكون رائع بزاف وكيعجب الوليدات ديالنا. نتوما عارفين الشوكولات كيعجب الوليدات كاملين. كنسرحوه وحاولوا ما تقربوش للجوانب بزاف. ويمكن لكم نتوما تعدلوا الحشوه اللي بغيتو، يمكن لكم تعدلوا المربى مع الكوك، يمكن لكم تعدلوا المهم اي حاجه بغيتو نتوما تعدلوا الكريمه، تعدلوا اي نوعيه ديال الكريمه. هنايا زدت شويه د اللوز، او لا يمكن لكم تخليهم اللي بغيتو تعدلوا اي مكسرات كاوكاو ولا اي حاجه عندكم. ومن بعد كنلفوها كما شفتوا معايا، طريقه سهله. وحاولوا تزيروا شويه باش ما كيبقى لكمش الفراغ في الوسط ديالها. كنلويو بهذه الطريقه اللي طريقه جد سهله. وغادي نرد في هذاك الكاغيط اللي كان، وغادي نحاول نزيرها شويه باش كتجيكم مقاده في الرولي ديالها، ما كيجيش الرولي واحد جهه كبيره واحد جهه صغيره، اولا كما قلت لكم في الاول كيبقى خاوي من داخل. وكنزيروها بهذه الطريقه. وغادي ندخلو الثلاجه لمده ساعه اولا 50 و 45 دقيقه حتى كيشبر غير هذاك الشوكولات فراسو، باش ملي كنقطعوها كيسهل علينا طريقه التقطاع وما كتفتتش معانا. كما كتشوفوا معايا اللفه ديالها كيفاش نيه. داكشي علاش قلت لكم في الاول خصكم تقادوها مزيان. ودابا غادي نقطعها، غادي نحيدو هادوك الزوائد اللي كيكونوا في الحاشيات ديالها. ومن بعد غادي نعبر هنايا واحد الصبع ولا 2 صبيعات، اولا لا عندكم شي مسطره عبروا بها. المهم انا من بعد ما عبرتها وقطعت كتجي لي الفيديو كان كيصور ملي كنت كنقطع وكنعتذر، كان واقف كنعتذر. المهم بعد ما قطعتها نتوما كتشوفوا كيفاش جات معايا الشكل ديالها من الداخل مقاده، كتجي رائعه بزاف.
يمكن لكم تجربوها وانتم عينيكم مغمضين، سهله بزاف وغادي تعجب وليداتكم وغادي تنفعكم ان شاء الله حتى في المدرسه. كما بغيتو تخليوهم بحال هيدا وتقدموهم لوليداتكم، وإلا بغيتو تعدلوا لهم الشوكولات. غادي نغطيوهم بالوجه ديالهم بالشوكولات باش غادي يزيدوا الجماليه ديالهم، ما يبقاوش هيدا. ولا بغيتو تخليوهم هكا اولا النص عدلوا له الشوكولات والنص خليوه هيدا. وغادي نبدا نعدل له الشوكولات. ذوبته في حمام مريم، من الاحسن عدلوا شي شوكولا اللي يكون مذاقها مزيون باش ما كتضيعوش المذاق ديال هاد الكيكه ولا كيك رولي. وغادي نستمر حتى نكمل الكيك ديالي كامل. وانتم يمكن لكم تخليو هذا الكيك هذا بلا ما تقطعوه، يمكن لكم تخليوه غير هيدا وتكبوا عليه الشوكولات حتى هو كيجي رائع، وتقدموه كما هو. طريقه التقديم كتبقى لكم اختياريه. بعد ما استمرتوا كملتوا كامل كيجي الشكل ديالو بالشوكولات على هاي الطريقه هذه. كنخليوه حتى كيبرد مزيان، مع هو كيكون في النبيره قبل كيكون دغيا كيبس عليه هذاك الشوكولات ديالو، ما كيديش شي وقت كبير. ومن بعد ما خليته تبرد الشوكولات ديالو كيجي الشكل ديالهم رائع، وكيجيو هشاشين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. احسن الف مره من هادوك اللي كنشريو كما كتشوفوا الشكل ديالو. وانايا غادي نضيف لهم واحد الخطوط ديال الشوكولا البيضاء، كتبقى لكم اختياريه. ضفتها لهم باش زادوا بانوا على اللي كانوا، كيبقى اختياري كما قلت لكم. ومن بعد ما قطعناهم لداخل شوفوا الشكل ديالهم، وهذاك الكاوكاو كيفاش جا رائع. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.